نسمة. يا لهوي، ايه مالك اتخضيتي ليه؟ ده انا سمعة، خايفة ليه؟ وعايز ايه يا سي سمعة؟ بحبك يا نسمة. يا نسمة انا بحبك. ايه اصله ده؟ بحبك يا نسمة. يا نسمة انا مش عارف اذاكر ولا افهم ولا حرف واحد يا نسمة. طب وانا مالي، هذاكر بدالك يا اخويا، بفتح لك كده. يا نسمة ده انا بحبك، تعملي فيا كده؟ مش كده نسمة؟ بحبك يا نسمة. ايوه الدلاعة، ايوه الدلاعة يا اختي. اسمعي، هجيب لك 100 متر قماش تعمليهم شورت. ما يكفوش. ما يكفوش؟ طب هجيب لك فستان ب50 جنيه. مش عايزه من وشك حاجه. ستي جت عاجبك كده كده. حاضر. ايوه يا ستي. حضرتي كل حاجة؟ كل حاجه تمام زي ما حضرتك طلبتي بالظبط. سندوتشات، جاتوه، نسكافيه، ترمس بحاله. ستي، مين الضيف اللي جاي النهارده؟ وانت مالك انت؟ تتحشري ليه؟ اتفضلي خشي جوه. حاضر. وبحطي كل الجاتوه اللي عندي. حاضر. عنايات، ايوه انت فين يا عنايات؟ انا هنا اهو. دورت عليكي في كل الفيلا مش لاقي، انت رحت فين؟ ايه اخبار الجاتوه؟ اهو كل ده مش هيملى عينه؟ لا الحقيقه كميه مش بطاله ابدا، بس تعرفي بقى لو نطلع طقم الفضيه اللي جبناه من لندن تكمل والترابيزه تبقى تجنن. انا اطلع طقم الفضيه بتاعي عشان حيوان زي ده؟ ما تقوليش عليه حيوان يا عنايات، احنا لازم ندلك له اعصابه وندلعه ونهننه على الاخر. ولو اني انا قلقانك منه اتاخر بالشكل ده، اتاخر برضه عشان يكسر اعصابي. لا بس انا ما افتكرش، انا متهيالي ان هو راح بقى مكتب الوزير علشان يجيب الظرف، ما لقاهوش قبضوا عليه قعدوا يحققوا معاه بس. الله يطمنك، يعني كده ضايع وكده ضايع، مفيش فايده يعني. بس انت عارف بقى امبارح ما بانش عليه انه عاوز يستغلك؟ ليه؟ بان عليه كده زي ما يكون مكسوف. مكسوف؟ اه افرضي حتى انه مكسوف، ما بعد شويه هيروح الكسوف ووشه يتكشف، عشان كده احنا لازم نديله قرشين نكسر بيهم عينه من دلوقتي. لا كده انت بتخليه بقى ايه، يطمع فيك زي ما اعصابك باظت ورحت قايل له على السر. انا ولا انت اللي رحت تصها زي الطوب لعمه؟ لما قلت لي انه عارف، ثم انا ما اتعودتش على الكذب. هو انت تكذب وتزار وبعدين تقول عليا انا زي الطوب لعمه؟ بلاش يا تزور. بابا سامعه؟ او اسماعيل جاي وهيسمعك. طب بلاش مش عرفه بس انت زورت ايه، مش جاي زورت فلوس. يا ستي، بلاش كلمه تزوير دي، نلغيها من قاموس بيتنا خالص، بلاش حكايه انت تزوير. حر معاه خلاص. بابا مساء الخير يا بابا. مساء الخير. ازاي صحة حضرتك؟ انا كويس اهو. عايز ايه؟ ايدك بقى على 50 جنيه كده جدعانة بقى. 50 جنيه؟ بمناسبه ايه؟ هشتري كراسة ومسطرة. من كتر ما انت فالح قوي يا اخي، ذاكر لك كلمتين، ذاكر كلمتين جاتك داهيه. ذاكرش ابدا. ابوك لما كان قدك كان بيطلع الاول على الثانويه. عنايات يا سلام، الاول على الثانوية. ده حتى اداره الامتحانات عملت له شهاده مخصوص عشانه. ايه يا عنايات؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه اللي بتعمليه؟ غلط كده. ايه اللي بتعمليه ده يا عنايات؟ انتوا هتعايرونا بقى عشان واحد سقط له 2-3 في الثانوية العامة خلاص؟ خربت ملطة؟ يا عالم يا عالم احمدوا ربنا، ده واحد غيري بيسقط سنة واحدة بيروح ينتحر. يا سلام. يعني انت عايزنا نفرح بيك قوي منك انت وشك كلح ومفيش في وشك نقطة دم؟ جاتك ده. اي بابا. وش معنى انت لما سقطت يا سي بابا؟ ولد، ايه الكلام الفارغ؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ سقطت زمان. انت هتوديني في داهية في يوم من الايام، محدش غيرك قال له. والله ما هو انا ما قلتش حاجه. الله، هو ده سر؟ ما خلاص ده انا اتفضحت في وسط اصحابي بعد نتيجة حضرتك ما اتنشرت في الجرانين. جرانين ولد. جرانين ايه يا ولد؟ جرانين ايه يا ولد اللي انت بتقول عليها؟ ها؟ انتوا مش عارفين بقول عن ايه؟ لا حضرتك ما انتش عارف انا ايوه بتكلم عن مش ايه؟ عارف بتتكلم على ايه. بتكلم عن انتخابات نقابة المهندسين اللي حضرتك رشحت فيها روحك وسقطت وما خدتش الا صوتين والرمز بتاعك كان كحكة. جاتك ده. اي عيني. ده مغفل. تصوري انه وقع قلبي، جنني خالص. انا افتكرته بيتكلم على حكايه تانية. والله انا كمان قلبي وقع، انا افتكرته بقى بيتكلم عن الشهاده بتاعتك المزوره. معقول ده؟ هي مش مزورة. معقول يا عنايات؟ يا حبيبي كلمني انا، فهمني بقى ايه حكايه الشهاده المزوره دي بقى، فهمني. شوف بقى. ايوه يا بابا.
انت ابني الوحيد. ايوه. وانت كبرت دلوقتي وان كبر ابنك خويه. ايوه. وانا طول عمري عهدي بيك صادق وبتفهم وعاقل. أيوة. وعشان كده انا هفهمك كل حاجه. كل الحكايه ان ماما بتهطرس وتفوت وتقول كلام فارغ ما تبقاش فاهمه معناه. عرفت الحكايه؟ ايوه. نعم نعم يا سي شربيني نعم. هو انت تكذب وتزار وبعدين تقول عليا انا اللي بهطرس؟ ده انا عنايات بنت الصندفاوي باشا. انا لا اقصدك اطلاقا. انا تقول عليا كده؟ انا ابدا، ده انا بقول على العربيه بتفوت. لا انت قلت عليا. العربيه بتفوت. لا انت قلت عليا. لا ما قلتش لا، هو عليك قال على انا. العربيه، بس انا بقى عاوز افهم ايه التصرفات الغريبه المريبه اللي بتحصل في البيت ده. حضرتك كل شويه والتانيه وتقول لها وطي صوتك العيال يسمعونا. ايه بقى حكايه وطي صوتك العيال يسمعونا دي؟ فهماني بقى. عنايات اديله 100 جنيه يشتري مسطره. يلا. الف شكر يا بابا، متشكرين جدا. 100 جنيه من غير ما تخنصري منهم حاجه. لا ما تخافش. اتفضل. متشكرين قوي يا بابا، الف شكر. شربيني يا فندم. المدرس العربي بتاع الولد جاي دلوقتي. طب ما يجي دلوقتي، انا مالي. تاخد معاه حصه. ايه حصه دي؟ انا ما باخدش حصه. لا لازم تحسن مستواك العلمي. الكلام الفارغ ده. اقول ايه انا لاخويا اللي بيدرس الذره في امريكا متجوزه واحد باعداديه. اعداديه. كل واحد يدرس اللي على كيفه. ازاي تدرس؟ شوفي يعني ماليش دعوه. ابنك في الثانويه وانت تبقى في اعداديه؟ بلاش ازاي كلام دي؟ فارغ. لا الله، مش ممكن. انت مالكيش دعوه بيا. هو كده. مفيش حد ليه دعوه بيا. انا راجل البيت، انا وكلمه كلمتي. محدش ايدك لبيا. دادي دادي يا فندم يا ست سوزي، عرفت انت رخرة؟ بارك يا بابا. باركك على ايه؟ كسبت الجايزة الأولى في مسابقة الشعر اللي عملتها الكلية. شعر ايه ونيلة ايه؟ هو ده وقت شعر؟ ده انا في مصيبه، ده انا في محنه. تقولي لي شعر؟ انت بتعيطي يا سوزي؟ انا متاسف جدا يا حبيبتي، انا ما كانش قصدي ابدا ان انا اكسر بخاطري. طب قولي لي يا حلو، أيوة. ايه عنوان القصيده اللي انت خدتي بيها الجايزه بتاعت الشعر دي؟ عنوانها المزورون. احنا ده اسمها، وموضوعها الناس الكذابين الوصوليين اللي بيغشوا ويزيفوا مشاعرهم. عارفهم. انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ انتوا كلكم ضدي، مفيش حد معايا ابدا. ايه الحكايه؟ يعني مش هتسمع ولو مطلع القصيدة يا دادي؟ قولي وخلصيني، قولي. إليك أخاطبك يا معسول الكلام، يا بائع النفاق والأوهام. إليك أنت يا مدلس، يا مزيف، يا مرائي، يا غشاش. ايه الكلام الفارغ ده؟ ده حتى كلام مباشر ما ينفعش شعر يا ابني. ده شعر ايه؟ ده نيلة خالص. إليك أسألك، أين تذهب من عذاب الضمير؟ ولكن هل لمثلك ضمير يا أيها الوغد الحقير؟ اخرسي. نعم. بقول لك اخلصي، يعني خلصي. قولي كل حاجه. إليك أسألك، أين تذهب من عذاب النار؟ يا نهار اسود، لسه فيها نار؟ في الدار الآخرة وفي هذه الدار، يوم يكشف عنك القناع ويظهر للناس أنك مزور خداع، يوم تدوسك الأقدام وتئن من الأوجاع، وحتما سيسقط عنك القناع، حتما سيسقط عنك القناع. ايه المصيبه؟ نعم. ايه العظمه دي كلها؟ صحيح عجبتك القصيدة يا دادي؟ أوي عجبتني جدا، بس انا اللي مندهش له انت منين بتجيبي المعاني الجميله دي؟ من حضرتك؟ وانا مالي ومال المعاني المنيله دي؟ الله. مالك ازاي بقى يا دادي؟ ما انا بقى استوحيتها من القيم اللي حضرتك ربيتنا عليها، الصدق والامانه والنقاء. تسمع بقى بقيه القصيده؟ لا انا رايح الحمام. ايوه طيب حاضر.
كلب اللي زيك يشيل فيل، يشيل زي قشطة. بلغي البين انا جيت يا نونو. نونو. انتي نونو، نسمة تبقى نونو. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه؟ نسمة، اسمها نسمة. مغفل مين اللي سماها نسمة؟ دي يسموها زوبعة، عاصفة، إعصار. يا ظلمني، يا مهلبية، يا أنا ساعة البين مدمزين. انت ايه اللي جايبك هنا؟ ده بابا حضرتك بعت لي. إيه؟ هو السيفون باص تاني؟ جايز. اديني الشنطة من وراك. شنطة ايه اللي من ورايا يا هانم؟ الشنطة من وراك. شنطة ايه يا هانم؟ مفيش، فتشيني. الشنطة من على البيانو. حاضر، قولي كده. اتفضلي يا هانم، اتفضلي. بلاوي اللي بابا بيجيبها لنا دي. ربنا يخليكي لامك. اف عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام، طالعة من بقها زي العسل. اف. ماشي طعم البنت، طعم الخراج. اهلا. انا سعادة بيه، سعادة بيه المدير. ازيك؟ انا سعادة بيه المدير. انا سعادة بيه المدام. سعادة بيه المدام. ايه انت متوضية ولا ايه؟ اهلا يا هانم، اهلا وسهلا. اهلا يا هانم، اهلا. ايه ده؟ خش. ايه ده؟ طب ايه في ايه؟ ايه ده؟ ايه 6؟ شفتي 6؟ شوفي 7 بقى. 7 اب، وده 7 داون. انا متاسف قوي يا بيه على التاخير. اصل الظرف. ايه لقيته؟ لا، عايز اقول ان لقيت الظرف؟ الظرف بتاعي طلع وحش، وده اللي اخرني يعني. طيب معلش، اتفضل اقعد استريح. شكرا يا بيه. انت سايبنا معلقين ليه؟ معلقين في ايه هنا؟ لقيت الظرف؟ الاصفر. ايوه. والله يا سعاده البيه انا رحت مكتب الوزير وتاكدت ان الظرف مش في مكتب الوزير. الحمد لله، ما دام تاكدت انه مش مكتب الوزير يبقى 100% هنلاقيه. لا، هنلاقيه بيه ضروري. لا، انا وعدت سعادتك هنلاقيه. اتفضل يا ابني. اتفضل. الله، حلوه قوي القله دي. ايه قله ايه؟ ايه اللي قله دي؟ مش دي قله يا هانم؟ لا مش قله. امال دي ايه يا هانم؟ ده ترمس. ترمس؟ ده بنشتري بتعريفها ترمس، بيبقى اصفر وصغير كده. دوكا مسلوق وده محمر. اتفضل. من يد من اعدامها يا هانم، من يد من خد اعدامها. لك حته كيكه معاه. وشكرين قوي يا بيه. خد لك البتيهايه دي. شكرين قوي يا بيه. خد دي بالمربى، ودي بجوز الهند. جوز الهند؟ كنت عايز بجوز امي. بس ده كتير عليا قوي يا سعاده البيه. ايه حكايه سعاده البيه اللي انت ماسكها لي دي؟ ايه يا عطيه؟ احنا مش اتفقنا ان احنا نبقى اصدقاء؟ ما انا كنت عايز اتكلم ساعتك في المساله دي يا بيه. اصل انا بعد ما راجعت نفسي قلت ان ساعتك جايز قلت لي اصدقاء واصحاب دي عشان خاطر الظرف، يعني عشان خاطر الظرف. تقصد ان انا بنافقك عشان الظرف؟ ايوه يا بيه. اخص عليك يا عطيه، اخص. ايه يا بيه؟ ازاي يتبادر لذهنك ان انا بنافقك بالشكل ده؟ معلش يا بيه. ده انت صديقي وانا صديقك يا عطيه، انا اخترتك بمحض ارادتي. احنا اصدقاء. اصدقاء يا بيه، خلاص. طبعا. مفيش لا بيه ولا تي، خلاص. عطيه والشربيني. طبعا. انت واقف كده ليه؟ ما تسيبه يجي ياكل. روح كل لك لقمه، بر نفسك. يلا كل. كل عشان نكسر عينك. كل. ما دام بقى الظرف ما راحش مكتب الوزير، يبقى اكيد بقى اتنطر عندك في البيت وراح كده ولا كده ولا كده. صح؟ والله يا استاذ انا دورت على ظرف في البيت حته 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 حته. هو مش معقول كمان يا عطيه تكون الحدايه جت خطفته. لا مش معقول طبعا. حدايه ايه اللي هتنسى الظرف؟ هو معقول الحدايه بس افتكرت الظرف راح فين؟ الحدايه خطفته. احنا هنهزر يا ابني. مش الحدايه، يعني الحدايه لا، غراب. يعني ايه بقى؟ غراب تاني. يعني بصراحه ربنا الظرف اتسرق. يا نهار اسود.
اتسرق؟ الظرف اتسرق؟ ايوه بيه اتسرق ازاي يا ابني؟ انا افتكرت دلوقتي حالا يا بيه. اصل بعد ما لفيت على مكاتب المكنه أيوة. قعدت على قهوه، في واحد زبون كان قاعد باصص لي، وبعدين الزبون ده راح قايم خابط فيا وراح ماشي. انا فاكر كويس قوي ان الجرسون قال له مع السلامه يا سغراب، فيظهر الواد غراب ده واد حرامي نشال، افتكر ان الظرف فيه فلوس، راح خبطه وانا ماشي راح خابط الظرف وراح ماشي. ايه بقى؟ دخلنا بقى في حكايه جديده. ها؟ طيب وايه العمل دلوقتي يا عطيه؟ ايه العمل؟ كلمني. لا اطمن يا بيه، انا عارف شكل الحرامي كويس، نتصل بالبوليس. بوليس ايه؟ البوليس. انت اتجننت؟ احنا اللي نتصل بالبوليس. بلاش يا بيه، انا نسيت معلش يا نسيت ايه يا مؤاخذة. ابني؟ صحصح شويه، دي حكايه ما تتنسيش ابدا. افهم من كده ان سعادتك مش عايزني اجيب سيره لحد ابدا. اطلاقا يا عطيه ارجوك. وما قلتليش من الاول ليه؟ يعني انت قلت؟ اه. طب وليه تقول يا عطيه ليه؟ وانت ما نبهتنيش ليه؟ شفت حمار قدامك فهمني. هو استعباط؟ قلت لمين؟ لا ما قلتش لحد غريب، ده انا قلت لامي. امك؟ قلت لامي. وانت مال امك؟ اما حاجه غريبه جدا جدا، موضوع بيني وبينك ومساله عرفتها بطريق الصدفه ولا عرفتها ازاي تروح تقول لامك يا ابني؟ والله يا بيه صعبت عليها، وقعدت طول الليل تدعي لك من قلبها، تقول ربنا يوفقك السنه دي في الثانويه العامه يا شربين. يوه ربنا ينجحك في الملحق من غير لا خلاص. كحك ولا غريبه يا خلاص شربين. خلاص يا بيه. مش ده المهم. ايوه بيه. المهم دلوقتي انا عايز اسالك، ايوه بيه. امك دي فتانه؟ لا. لبابه؟ لا. رغايه؟ لا. طيب طمني. أيوة بيه. امك دي سيده مجتمع؟ امال يا بيه. نبقى رحنا في ده. لا يا بيه، ماما مش فتانه، لا مش فتانه، هي بس جايز تقول لنسوان الحاره، جايز تقول للجيران، لكن ما افتكرش تجيب سيره في الشغل بتاعها. هي امك دي بتشتغل ايه؟ مامي اه. مامي بتشتغل غساله. غساله؟ عقبال امالتك. امك بتشتغل غساله؟ يس. امه بتشتغل غساله. قدرنا كده. ايه وانا اعمل ايه؟ انا اقعد مع واحده غساله. سلام عليكم. سلام عليكم. ايه اللهجه دي يا ابني؟ انت مستعجل على ايه؟ معلش يا بيه، اصل احنا مستعجل لسه شويه. قعدنا مع بعض ولا اتكلمنا مع بعض؟ مش لازم نشوف اي طريقه نجيب بيها الظرف من الحرامي؟ ويبارك الحلاوه يا عطيه. من غير حلاوه استني من عينيا الاثنين، انا حاسس دلوقتي حالا على القهوه واسال الجرسونه على عنوان الواد الغراب الحرامي الكلب ده، وهجيب منه ظرف باي ثمن. سلام عليكم. تعالى بس تعالى. ايه بس في ايه؟ استنى مستعجل ليه؟ ما تديله حاجه. انا جاهز امور انت وانا على طول. خلاص الحكايه يعني مش مستاهله لا الكسوف ولا لف ودوران. انت بتقدم لنا خدمه وتستحق عليها مكافاه. ها؟ عايز كام بقى في الظرف اللي عندك؟ الظرف اللي عندي؟ أيوة. يعني ايه استنى؟ الظرف؟ حضرتك فاهم ان انا مخبي الظرف عشان اخد منكم فلوس او رشوه او حاجات زي كده؟ حد الله ما بيني وما بينكم، انا يا شربيني اكون مذكر الظرف ولا حاجه؟ هو انا بتاع فلوس؟ انا حد يشتريني بفلوس؟ انا ما حدش يشتريني ولا ب1000 جنيه حتى. شربيني اديله 1100. شربيني 4000 جنيه هم جايين. قول لمراتك أربعة. تسكت لحسن انا ابتديت اتقمص. لا انا هبتدي اتقمص معروف وانا همسطي بالقطر. بلاش حكايه تتقمص. أنا بتاع فلوس يا اعمل شربيني. معروف بلاش. انا بتاع فلوس. روق دمك. غلط اللي بيحصل ده، غلط جدا جدا. ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه في ايه؟ بيقول لك هيتقمص. ما يتقمص ولا يتفلق. لا، يا عينيا. ايه ده حته جربوع واطي. الظرف يعني هات الظرف. خلاص اتفلقوا انتوا الاثنين، انا مش قاعده لكم بس. انا ما حدش يشتريني بفلوس يا هانم، انا اسكت بمزاجي، اسكت شهامه، اسكت جدعنه. ده لو سكت. ايوه يا عطيه بس انت وعدتني. ده عشان خاطر الصحوبيه اللي تطربطها مني بلسانك. الكلمه دي عندي كبيره أوي يا شربيني، ولا انت عايز ترجع في كلامك؟ مش انا اللي ارجع في كلامي يا عطيه، انا احرص منك على الصداقه دي. حكي في ناس تستكبر تقول لك ده واد ساعي وانا مدير عام وزي نبقى مش اصحاب انا اللي والكلام ده. استكبر يا عطيه، مش انا اللي استكبر. انا اخترتك صديق بمحض ارادتي، انت صاحبي وانا صاحبك، انت صديقي وانا صديقك. خلاص اصدقاء. شيكس يا جدعانه، شيكس يا جدعانه. قول لي يا شرشر. قول لي شرشر. قول لي عطيه. بذمتك حيوان دي هزار؟ طبعا هزار. بذمتك هزار؟ هزار. اما سعادتك حيوان لكن زي العسل. وانت كمان حيوان انما زي الفل. كلنا حيوانات. حيوانات. انا حيوان وسيادتك حيوان. حيوانات. مالك نازله من على السلم تبقى حلاقي فينا كده، في ايه؟ كنت فاكرة مع حضرتك ضيوف. ايوه. لا ضيوف ايه؟ ما فيش حد غريب ابدا، ده الاستاذ عطيه ما انت عارفاه، ودي سوزي بنتي الوحيده، ما انت شفتها قبل كده عطيه. ربنا يخلي زي القمر. ازيك يا اموره؟ ازيك يا حيوانه؟ سلمي يا بت، سلمي يا بت، سلمي على سلمي. ده هزار. دادي انا اسلم على ده. معلش مكسوفه. هم كل البنات في الاول يبقوا مكسوفين كده، وبعد ما يتدردحوا عينيهم تندب فيهم رصاص. خرابي مش عايز اتكلم بلاش. دادي ازاي تسمح له
وقاحة دي؟ بنت امشي لحوضتك حالا يلا. وقاحة؟ انا يتقال لي وقاحة؟ انا كنت فاكر البنت دي مؤدبة، طلعت قليلة الادب زي امها. خلاص يا عطيه حقك عليا، عيله وغلطت وانا شخطت فيها شخطه جامده جدا. ايوه بس اتقال لي انا وقاحة. خلاص حقك عليا. ده كلام. خلاص. يا بابا. ايه يا ابني في ايه؟ مالك داخل مندفع كده ليه؟ ايوه مندفع لان السلسله الذهب بتاعتي ضاعت. ضاعت؟ اه. طب يمكن اتنطرت هنا ولا هنا، دور عليها ايه؟ دور. وقاحة انا يتقال لي وقاحة صديق ابوها، يقوم يتقال تبقى عليا كده وانت واقفني زي لازغل كده. ايه يا ابني بالذوق، ما تذوقش الناس، خليك مؤدب، خليك متربي، اتعلم الادب. غلط. انت هتعلمني الادب؟ عمال يا جدع انت هتعلمني. شربيني والله. شربيني. ولد ايه شغل عصبجيه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ يا بابا. ايه ده؟ انا خارج يا شربيني. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي استنى عندك، مش هيخرج غير لما الاقي السلسله الذهب بتاعتي. سلسلة ولد دهب. انت جننت؟ بصراحه كده بقى الجدع ده شكله مش عاجبني. تسمح توريني جيوبك كان مقلبك؟ شربيني لتاني مرة بتهان في بيتك يا شربيني. ما تقعدش تقول لي مش ولد ايه يا بابا؟ انت اتجننت ولا جرى فعلك حاجه؟ يا بابا لو هو خايف ليه؟ لو مش حرامي سيبنا فتشه. انا حرامي؟ اه. انا اشرف منك ومن ابوك. تعال هنا يا كلب. يا بابا انا يتقال حرامي يا بابا. تعال هنا. خلاص يا عطيه خلاص. جيوبها هي الكلب. تفتش لا سيبه. هي الكلب. ايوه سيبه يا بابا. جيوبي ما تتفتش. كله ولا شرف ولا سيبه يا مال. بابا. جيوبي هي الكلب. ايوه سيبه. جيوبها هي يا الكلب. ابني ما تفتش فيك. ايوه طلع ايدك يا حرامي، طلع ايدك يا لص. دي اصول الصداقة يا شربيني. انا متاسف جدا يا عطيه، امسحها فيا. يا ابن الفجعانه. ولد ايوه ده انا اكسر نافوخك ونافوخ عليك عليه اوعى الادب. تمد ايدك عليه. انت عايز تضربه علشان واحد واطي وجربوع زي ده؟ شربيني انا خارج، بس يكون في علمك، يكون في علمكم كلكم ان هنتقم لكرامتي الجريحة. عطيه عطيه يا عطيه، بس اعرف ذلتك ايه يا عطيه الكلب. الو. ايوه عنايات زي الزفت. لا لسه مقموص يا عنايات. لا لغايه دلوقتي ما اتصرفش اي تصرف مش طبيعي. كويس ازاي بس؟ ما هو ده اللي مش طبيعي، ده معناه انه مرقدي على حاجه جامده جدا. ايوه خدت دواء الاعصاب ودواء الاسهال، بقيت واخد 9 حبايات ومفيش نتيجه. على العموم اقفلي دلوقتي، هبقى اكلمك بعدين. اقفلي. ايه يا سعاده البيه؟ قول لي يا فهمي. ايه يا فندم؟ عملت ايه؟ طمني. ايه اللي حصل؟ كله تمام يا فندم. جبت لي اخبار عنه؟ كل اخبار. قول لي حاجه. تلميذك الشربيني بيه. قول. هو عمل ايه بالظبط يا فندم؟ قلت لك 100 مره مالكش دعوه، انا بعتك تجيب اخبار تقول اخبار. حاضر يا فندم. ها. من حيث العيله كلها ما تشرفش يا فندم. امه غساله متقاعده وبتفكر حاليا تشتغل غساله بالكهرباء. له عم مسجون في 15 سابقه نشل وسرقه ملابس داخليه. بنت خالته بتشتغل في كباريه درجه ثالثه مشهوره هناك تحت اسم نعيمه استي. يا ابني اسك ايه وشراب ايه وكهربة ايه؟ ايه الكلام الفارغ اللي رحت جبته لي ده؟ عيلته يا ما فندم. حضرتك تتهز وتجيب لي الكلام الفارغ ده؟ عيلته. انا مالي ومال عيلته؟ انا عايز اخبار عنه هو، فضايح عنه هو، يعني ورطه قديمه يكون اتورط فيها، علاقه نسائيه، كارثه. ما هو يا فندم هو ما عندوش وقت للمسائل دي، لان اكتشفت انه بيشتغل مكواجي رجل بعد الظهر. طب وايه يعني؟ من حق اي مواطن شريف انه يشتغل مكواجي رجل بعد الظهر. من حق اي مواطن شريف يا فندم يشتغل مكواجي رجل بعد الظهر، بس لازم باذن. لو هو بيشتغل زي عطيه مثلا في الشركه لازم ياخد اذن من الشركه اللي بيشتغل فيها. وإيه عطيه ياخد ما خدش إذن اذن يا فندم. طب وايه لما ما ياخدش اذن فيها ايه؟ مخالفه ممكن يترفد فيها. ممكن نحرمه من بيع الشاي والقهوه للموظفين. ممكن سيادتك تواجهه بحقيقه اصل وفصل. ما انا ما اقدرش اواجه. ليه يا قصدي يعني انا ما اقدرش انزل لمستوى حيوان زي ده. انا يا فندم ممكن اكلمه واضغط عليه هينخ مش هيتكلم. بسرعه يا فهمي ارجوك بسرعه. تحت امرك. انا ضغط زرعا بالولد ده، انا مش مستحمله. ده خرج عن طوره وزاد عن حده خالص وانا مش مستحمل. بس هو سؤال واحد يا فندم. هو عمل ايه بالظبط يا قلت فندم؟ لك 100 مره لما كلمت مفيش فايده فيك، هتوديني في 60 ده. يا نعم. على هنا يا كراويه. واد يا كراويه. ايوه. تحت امرك يا بيه. حسابك كام الشهر ده يا زفت؟ الشهر ده سحبت 2 شاي وواحد قهوه. ايه ده؟ 2 شاي واحد قهوه؟ اه. ده انا شريب بقى.
ايه ده؟ انا خدت المشاريب دي كلها. دي كلها؟ ايوه. طب ما تزعلش، المره الجايه لما تطلب واحد شاي هحلفك على المصحف قدام التين موظفين. لا اسمع اما اقول لك يا حادق، احنا هنا مش في كباريه نعيمه استك عشان تغلطني في الحساب. استك؟ ايوه. اللي انت بتقوله ده يا فهم افندي. انت فاهم كويس انا بقول ايه؟ فهم افندي. شغل النور وحراميه الفراخ بتاع اهلك ما يتعملش هنا يا شاطر. فهم افندي. كفايه انك بتشتغل في حته تانية بدون اذن الشركه. فهم افندي. بتشتغل في حته تانية وانا ساكت لك. فهم افندي. تحب تترفد؟ لا كنت عايز تاكل عيش هنا يا شاطر، تلم نفسك وتمشي عدل احسن لك. فهم افندي. عايز ايه من زفت افندي؟ يا فهمي بيه، ايوه. سيادتك قليل الادب، ايه؟ وابوك كمان قليل الادب. ايه ده؟ كنت بتهددني في لقمه العيش اللي ماشيه علشانها طز فيك كفش وكنت إيه عايز ده؟ تخسر عيني بالقرشين اللي بطلعهم من المشاريب. خد ادفعهم اها. انت جننت؟ ايه عايز تقول ايه تاني؟ جننت؟ ايوه بشتغل مكواجي وبشرب بعرق جبيني، لكن لا عمري كنت دلدول ولا حقير زيك يا فهم افندي. تعالى معايا اعطيها فاهمك. اوعى تراخر. ايه عايز تقول ايه تاني؟ عايز تقول ان امي غساله؟ اه امي غساله، بس انت ابوك طشت. انا ابويا طشت؟ ابويا طشت؟ يعني امك بتغسل في ابويا؟ وابوك ما بينضافش ابدا. شاهدين بيتعدى عليا بالسب العلني. وهضربك بالجزمه كمان يا فهم افندي. انا معايا بس يا اسمع، انتوا الاثنين تتحولي على مكتبي فورا، انا هفتح تحقيق. ايوه انا عايز التحقيق، حولوني للتحقيق. لا ده لازم تحقيق وفورا كمان. تحقيق ايه يا استاذ طاهر؟ المسألة واضحة زي الشمس. ايه عايز تعير لي بيه تاني يا فهم افندي؟ عايز تقول ايه؟ عايز تقول اني جاهل وما معيش شهادات؟ ايوه جاهل وما معيش شهادات، بس مش زي بعضهم يا فهم افندي. شاهد يا فندم، شاهد. بيغزني. انا لا اخبر ان المهزلة دي ترتكب في مكتبي. فعلا يا فندم. استاذ طاهر فندم. من فضلك طلع قرار حالا بخصم 15 يوم وانذار نهائي بالفصل لفهم افندي. ليه انا يا فندم؟ ايوه انت يا حيوان افندي. انت لسه واقف قدامي؟ امشي نجرب من هنا حالا. اخرج بره، اخرج بره يا حيوان. هو عمل ايه بالظبط يا فندم؟ عالم يخاف ما يختشيش. ايه واقفين تكلموا وسايبيننا نلم الكوبايات؟ لم الكوبايات بالارض. ايوه اوعى يا جدع بسرعه. اوعى تعالى، ده بقى مهم قوي. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ عطيه. لميتوا الكوبايات؟ لموا الشاي من الارض طب ازاي كده اهو. يا استاذ عطيه؟ يا استاذ عطيه ارجوك تكلم لي الشربيني دي على علامتي المتاخره. انت راجل اناني، بقول لك يا استاذ عطيه انا بقالي 15 سنه ما خدتش علاوه واحده لو سمحت يعني. مبلغ المكافآت يا استاذ عطيه. العلاوه انا يهمني